أحيا ملايين الزوار ليلة العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، إذ احتضنت مدينة كربلاء المقدسة مئات الآلاف من المواكب الحسينية التي شاركت في إحياء هذه المناسبة الأليمة. جينا نزور أبو عبد الله ونعزي العالم الإسلامي وصاحب العصر والزمان بهذا المصاب الجلل. هذه الليلة العظيمة هي تذكار لسيد الشهداء لواقعة الطف الأليمة، ونستنبط من عندها المعاني والوفاء والتضحية والإيمان بالله والإخلاص وطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة الأولياء الصالحين، ونحن سائرون على هذا النهج وثابتون إن شاء الله. وفي النجف الأشرف تجمع مئات الآلاف من الزائرين بالقرب من مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لتقديم المواساة والعزاء بذكرى استشهاد أهل بيت النبوة عليهم السلام. هذه أيام أليمة على شيعة آل محمد وعلى محبي آل بيت الرسول. طبعا من الشعائر اللي معروفة في هذه الموسم وكثافة الزوار، ويجب المحافظة على قدسية المكان واحترام المكان من تأدية المشاعر الحسينية. العالم هاي كله يعني لا تهم لا انفجارات لا تفجيرات لا أي واحد، يعني مثل ما تقول يعني أجيال جاي يعلم على نهج الحسين سلام الله عليه ونهج علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فيما شهدت زيارة العاشر من محرم الحرام لهذا العام مشاركة كبيرة لوفود الزوار الذين جاءوا من خارج العراق لإحياء مراسيم عاشوراء وسط إجراءات أمنية مشددة. ها هي جموع الزائرين تحيي ليلة العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بين الحرمين الشريفين، وهي تردد شعار لبيك يا حسين. من كربلاء المقدسة معتز العبودي، العالم.